السلام عليكم. انا احمد زكريا بقلد فنانين وممثلين وفويس اوفر، ودول شويه تقليد على الماشي. يعني مثلا هنتخيل ان المفتش كرومبو مع ايمن الكاشف بيحققوا في الماتش بين الممثلين والفنانين والناشونال جوغرافيك والفويس اوفر. ايمن الكاشف بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم. تبدأ النهاردة مباراة خطيرة، مباراة جميلة هزمت كل التوقعات. على اليمين فريق الممثلين الجامد جدا، في حراسة المرمى الحاج قطاطة، على اليمين الليمبي، على الشمال الأسطورة، في اتنين في خط النص أبو حفيظة والحاج القرموطي. الفريق التاني اللي على الشمال فريق ناشونال جوغرافيك ابو ظبي، فريق خطير، فريق معلق الطائرة، الفويس اوفر، الممرات. تبدأ المباراة. ثانية واحدة يا أستاذ أيمن الكاشف، أنا دوري فين؟ ثانية واحدة والثواني والدقايق. ثانية واحدة يا عم المفتش، ثانية واحدة اما نشوفوا ايه اللي حصل. الحاجة قطاطة باصت الكورة للليمبي، الليمبي باص الكورة للأسطورة ودخل عليه. هو هيتعارك ولا ايه؟ فاهم الحاجة دي، الكرة دي بتاعت معلش، يعني أنا بنتكلم الكرة دي بقول لك إيه ده ليمبي، أنت هتعمل معايا هعمل معاك زي ما عملت مع عصام النمر، أمال إيه؟ إنما أنت جاي هنا تقول لي الكرة دي بتاعتي؟ يا عم بس خلينا نروح نجيب جول. ولا سيما ان حكم المباراة داخل يفك النزاع بين الموجودين. حكم المباراة طبعا خالص الحاج السادات فك النزاع ده على طول. ايه يا ولاد، ايه مالك يا عم القرموطي؟ معلش يا عمنا، انت كل شويه يابا هتنزل تقول القرموطي. معلش يا عمنا، انا كنت بصندر مانجا في العراق، ماليش دعوه بالكره دي. الليمبي يا عمنا دخل على الاسطوره والاسطوره ضرب على قفاه. معلش عشان الراجل ده كلمته بتمشي على الراجل ده، والراجل ده ما بيسمعش كلام الراجل ده. معلش يابا احنا بنتكلم. مالك يا اسطور؟ مالك يا حبيب؟ ان الكوره مالها بتتعاركوا مع بعض ليه؟ بص انا هقول لك يا عم السادات، الليمبي ماشي بالكوره، بقول له بصير ما بيبصليش، رحت راشق قرن الغزال في دماغ. ما حدش يعمل حاجه، ما حدش يقدر يقول قرن الغزال ولا ايه؟ انا اموتك واعصرك ونزل منك اطفال صغيرين اساطير ولا ايه؟ ثانية واحدة نعود للاستوديو. مش ممكن، مش معقول ان ساعة فك، ولا سيما ان باص الكورة للحاج القرموطي. الحاج القرموطي باصاها لابو حفيظة. وانت ما بتجريش ليه يا ابو حفيظة؟ طب اجري يا راجل، انت واخد الكورة واقف يا راجل، اجري بالكورة، اجري بالكورة يا راجل. فريق ناشونال جوغرافيك داخل عليه، ولا سيما قطع الكورة منه، ولا التقي لزميلي المفتش كرومبو. النهارده كانوا بيلعبوا ماتش كوره على السريع، وفجاه كانوا بيتعاركوا، كان في عركه وانا مش عارف ايه اللي انتوا بتقولوه ده. وفجاه فريق ناشونال جوغرافيك ابو ظبي خد الكوره من ابو حفيظه وماشي. كانت الكرة تثير على المدرج، ولكن حصلت أكبر فزعة. إنهم قائمون بالكرة، ولكن نداء إلى برج المراقبة، لقد أخذ زميلي من الكرة. كان الجهاز لا يعمل، ولكن نحن الآن في مأزق. حارس المرمى فقد الاتصال، ولكن سنعود بالاتصال لاحقا. نعم إتسري، عندما نظرت إلى المدافعين وإلى حارس المرمى وأن الاتصال اتفقد، فقلت في نفسي أننا خاسرون. نعود تاني مرة للاستوديو. شكرا فريق ناشونال جوغرافيك أبو ظبي، وبيباص الكورة والحكم بيرفع التبديل. في تبديل ولا ايه يا راجل؟ مين اللي نازل؟ مين هينزل بدل مين؟ طب مين هيطلع بدل مين؟ نازل شايف هنا على المرمى الحاج الحناوي هيبدل بدل الحاج قطاطة، واحنا مش عايزين حارس مرمى، ولا مش عارف الخطة دي ماشية ازاي. تطلع الحاج قطاطة، ينزل الحاج الحناوي. الحنار انا عايزك تقف في الجون
تقف يا حبيبي كده ما تقولش انا لهوي تقول كده. يلا يا ابن الكلب يا باطل، النهارده جاي انا اعرف حارس مرمى ولا اعرف في المرمى حاجه. ابني كركر مات وسبع موت وخلاص، وزمن الهرباء انتهى. بص يا عم الحناوي، بص له الكورة. ويمشي الاسطوره بالكوره، ولا سيما ان احنا كلنا ماشيين ورا بعض وكلهم خايفين منه، وبيجي بيوسعوا له السكه. محمد رمضان الاسطوره كلنا زي ما شفنا عامل ايه مع عصام النمر، فمحدش عايز يعمل حاجه تاني. بيباص الكوره الليمبي بيباص الكوره للقرموط. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. العب يا قرموطي، مش ناقص فزلكه، مش ناقص حوارات. القرموطي بيباص الكورة الأسطورة بيباص الكورة لأبو حفيظة. أبو حفيظة كالعادة واقف بالكورة. ما تجري يا أبو حفيظة، أنت ما بتجريش ليه؟ أبو حفيظة أنت مش سامعني؟ طب أنت إيه في المباراة؟ لو كنت شارب استروكس قول. أسعد الله مساءكم من جديد. وش كده مبدئيا إن النهارده الماتش ده تقييم اللي هعمله المرة الجاية. وش النهاردة كله في اللقاء وكله في الكاليكش. ان الكرة دي لو هنيجي نحللها باللغة الدماغية هنلاقي عندنا ترمسة مهيسة وانشكاح في الاملاح، وش يدينا هري في الجري. وش طبعا مدرب اللقاء المفروض يطلع ابو حفيظة لانه حافظ مش فاهم، وينزل لنا لعيب نشيط، لعيب بيخلص عند الجون، او الحكم رفع التبديل. طلع ابو حفيظة نازل الحاج بوحة. نازل تعمل ايه يا بوحة؟ ده نازل بسكينة ده ولا ايه؟ بوحة انت بتعمل ايه يا راجل في الملعب، او هتلعب فين؟ ونزل مكان ابو حفيظة، والكرة راحت للحاج الحناوي. يا لهوي، انا كل شويه الكوره دي تجيلي هنا كل شويه. طب العب فيها ولا اعمل ايه؟ بص يا حاج الحناوي، بص. وبيباص الكرة الحاج الحناوي الأسطورة بيباص الكرة، ولا سيما ان بيباص للتبديل الجديد المعلم بوحة عدى واحد والتاني. شايفه يا كنت يا بنت حلويات؟ شايفه انا هقطعك انت وامك وهعزفك اصلك تخليك انا ادخك سنانك. معلش يا عم الحاج. وبيباص الكرة، ولكن مش ممكن يا راجل. بوحة بيباص للليمبي والليمبي وجون. النهارده انتهى اللقاء. لو عجبك الفيديو ده دوس لايك وسبسكرايب، وما تنساش تعمل مشاركة وتمنشن لصاحبك. مقاطعة مفتش كرومبو وأيمن الكاشف، انتظرونا.